الآن طبعا في القرى المجاورة لجسر الشغور في الحقيقة هناك عصابات مسلحة وكثيرة جدا في جسر الشغور. لم نستطع الوصول إلى هناك، لكن ضمن القرى المحيطة في جسر الشغور تمت استجابة الجيش العربي السوري طبعا لنداءات المواطنين هنا. تم دخول الجيش إلى بعض القرى، تم السيطرة على بعض القرى وعلى مداخلها، تم تمشيط المنطقة بشكل جيد جدا. هناك إلقاء القبض على بعض العناصر المسلحة شاهدناهم وتم تصويرهم طبعا على كاميرا الجديد، لكن لا يوجد مكان لبث صورنا من هنا. هلا بنشوفهم على النشرة. هناك زميلي سمر، هناك استقبال جميل جدا من قبل المواطنين للجيش، يعني النساء تزغرد وترش الورود على الجيش العربي السوري وهو قادم، لأن العصابات المسلحة طبعا كانت تهددهم. بعض الأهالي لم يتجرأ أن يدلي حتى بتصريح، لأن العصابات المسلحة جاءتهم في الليل وهددتهم أن أي مواطن يمكن أن يدلي بتصريح عن عصابات مسلحة في المنطقة يمكن أن يقتلوه هو وأسرته. المسلحون قاموا بإشعال حرائق المحصول، للأسف الشديد المحصول الزراعي القمح والشعير وغيره هنا تم حرقه من أجل إلهاء الجيش وعناصر الجيش بإطفاء الحرائق. هناك طبعا منطقة تضاريسية صعبة جدا في الجهة الغربية لهذه القرى في سهل الغاب. هناك منطقة جبلية عالية جدا وتضاريس، يعني المواطنون هنا يطلقون عليها يعني قندهار الغاب هنا من شدة المسلحين وما يفعلوه هنا في المواطنين. نضال، نعم زميلة سمر. نضال، هل ممكن رؤيتهم يعني عم بتشوفون يتنقلون بينكم عم تشوفون؟ في الحقيقة لم يسمح لنا بالدخول في خضم المعركة. هي معركة زميلة سمر تماما. المسلحون لديهم أسلحة متطورة جدا ويقاومون ويطلقون النار على سيارات وعلى عتاد الجيش السوري. تم تصوير حتى الطلقات التي اخترقت بعض مدرعات الجيش السوري. هناك مقاومة بالفعل، يعني يبدو أن العصابات الإرهابية منظمة بشكل جيد، لكن المصدر الأمني هنا أفاد بأنه يعني لم يتم إصابة أي أحد من العناصر المسلحة أو حتى من الجيش. تم إلقاء القبض، وفعلا رأينا أكثر من 15 يعني مسلحا من العصابات المسلحة في سيارة ألقي القبض عليهم. يعني لما نستطع أن نلتقي بهم أو أن نحاورهم، تعلمين أن الاحتياطات الأمنية ضرورية في مثل هذه الأوقات. طبعا سنوافيكم بكل تفاصيل.